ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض صينيه المكرونه القمر دي. ان شاء الله تعتمديها كده رسمي في اول عزومه ليكي في رمضان او اول يوم رمضان. سهله مش مكلفه خالص. شايفين الوش القمر اللي انتوا شايفينه دوت؟ والله ما فيه ولا نقطه جبن عليه، بس هي تريكات وحركات هنعملها مع بعض هتخلي الصينيه تطلع بالمنظر دوت. ان شاء الله الوصفه تعجبكم، وسهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. مش هتتكلفي غير كده كده المكرونه عندنا في البيت. مش هتتكلفي غير ربع كيلو لحمه او نص كيلو لحمه على حسب كميه الصينيه اللي انت عايزاها. شايفين البشاميل يا جماعه؟ وكيلو الا ربع اللبن. ويلا بينا، انا بس بقطعها لكم كده عشان اوريكم شكلها واجوعكم معايا. كانت بجد تحفه ما شاء الله. تسلم ايدي، يعني حاجه كده في منتهى الجمال بجد. وصفه سهله، يعني ما بقتش صينية المكرونة اللي مش عارف ايه اللي هو في الايام اللي احنا فيها دي. لا، لازم تكون معاكي فلوس عشان تطعمي وتحطي ايه وتحطي ايه وعشان تطلع حلوة. لا والله، طلع فعلا جميلة وطعمها بجد تحفة زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر دوت. هنا ان شاء الله جبت حلة. طبعا استنيت لحد ما المية غليت كويس جدا، وضفت عليها كيلو الا ربع من المكرونة الاقلام. تمام، وسبتها تغلي بقى حبة حلوين. طبعا ضفت حبة زيت وحبة ملح علشان المكرونة ما بتطعمش غير وهي في المية السخنة، المكرونة المسلوقة. ضفت كده حبة ملح حلوين. هنا عندي في 4 بصلات كبار. طبعا عملتهم في الكبة، يعني فرمتهم زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي ان انا اجيب طاسة عندي سخنة. طبعا انا بسيب الطاسة تسخن لحد ما بصوا تبقى مولعة كده، بمعنى اصح ليه؟ علشان لما اجي احط عليها الزيت واحط بعدين البصل او اي حاجة هحمرها، بس خصوصا البصل عشان هو الوحيد اللي بيشرب زيت. البصل ما بتشربش زيت معايا خالص. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هبتدي ان انا اضيف الزيت. يا دوبك الزيت أو هيسخن اوامك كده، واروح ضايفه البصل. هتشوفوا انتوا بنفسكم المنظر هيبقى عامل ازاي. البصل بيتحمر في ثواني لدرجه ان اتحرق مني والله. وهقول لكم برضو في نص الفيديو ان سبته كانت ايديا في البشاميل وكده فاتحرق مني. بصوا مسافه ما ضفت البصل ما شاء الله اتحمر. هوريكم برضو الجناب كلها هي اتحمرت معايا. ده يعني انا ما وقفتش الفيديو ولا جريته ولا اي حاجه. ده هو زي ما انتوا شايفين في الجناب اتحمرت معايا. كل الجناب هسيبه يهدى كده وبراحته خالص، ومش هحط زيت خالص تاني. هو كده خلاص. هنا المكرونه ما شاء الله استوت خلاص، بقت تمام وزي الفل. هصفيها طبعا من ميه وابردها بحبه ميه صغيرين كده واسيبها على جنب. وانا هنا كنت بوريكم بقى وعماله اقول لكم الحركات والتكات. جبت هنا الحله. طبعا تغسلي حله المكرونه تجيبيها على طول عشان تعملي فيها البشاميل. مش عايزين كركبه في المطبخ. هنجيب حله هنحط فيها هو ده زيت ذرة. عايزين تحطوا سمنه حطوا براحتكم. السمنه بصراحه بتبقى تحفه، بس انا ما كانتش متوفره عندي. هي الاكله اقتصاديه اصلا يعني، بنعملها بالعافيه. ما علينا. هنجيب هنا الزيت هنستنى يسخن كويس جدا. بعدين طبعا هكون محضرة دقيق جنبي. هاخد حوالي 3 او 4 معالق. هنا كنت باخد 3 معالق تقريبا. وضفت معلقة رابعة، ايوه، وفاكرة ان انا حطيت برضو معلقة 5 علشان كنت عايزة كمية البشاميل كتيرة. هنقعد نقلب طبعا دوت ملوش صبر. ده انتي تفضلي تقلبي 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 كده لحد ما دراعك يتخدل علشان ما يكلكعش. عشان لو كلكع خلاص بالشفا كده الموضوع انتهى. المكرونة هتبقى صعبة جدا، هتبقى بجد ملهاش طعم ووحشة. هبتدي ان انا اقلب، ما تزهقيش من التقليب كده على نار هاديه طبعا عشان الدقيق ما يلسعش او يتحرق معايا. هبتدي ان انا اقلب. انا هنا كنت بحط معلقه دقيق تاني عشان كنت شايفه ان انا عايزه كميه كبيره من البشاميل عشان تطلع بالمنظر اللي انتوا شفتوه في الاول دوت. اهو كده تمام اتحمر معايا. اتشوح كده بمعنى اصح. هديله برضو تقليبه زي ما انتوا شايفين. وهنا خلاص البصل بقى فل وتمام. واديكوا شايفين اهو، ولا شرب نقطة زيت وما شاء الله اتحمر والله. ما شربش كمية الزيت لان البصل الاحمر يا جماعة رهيب في الزيت بجد، ما تعرفيش بيودوا فين. واللي تقولك حطي ملح عشان مية البصل تنزل، اول ما تحطي الملح على البصل خلاص ده تحس ان هو عايز زيت تاني. هنا برضو البشاميل خلاص كده اتحمر. ضفت اللبن، ده كيلو الا ربع لبن. هبتدي بقى ان انا اقلب كويس جدا
وعلى نار طبعا هاديه، معليش النار على البشاميل ابدا، على نار هاديه جدا. هبتدي ان انا اقلب عشان ادوب كل الدقيق. هنا كانت خلاص البصل كده تمام بالنسبه لي، بقى حلو حتى يعني. بصوا اتحرق سيكه كده اللي انا كنت بقول لكم عليه في الاول. ضفت هنا هو ازيد من ربع كيلو لحمه تقريبا، كان ربع او ازيد من ربع كيلو بحته كده صغيره. هبتدي حتى لو انت عندك اللحمه في الفريزر عادي هي بتفك، بس على طبعا على نار هاديه برضو. هبتدي ان انا افضل اقلب كده وهرس في اللحمه لحد ما تفك معايا خالص مع البصل على نار هاديه. أه، بصوا يا جماعه بجد لما تعملوا الاكل بحب وعلى نار هاديه بجد الاكل بيطلع حلو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده فكت معايا. هبتدي برضو ان انا اقلب كده حبه حلوين عشان احس ان هي خلاص كل قطعه بقت لوحدها. هبتدي ان انا اشوف البشاميل. بصوا ما شاء الله بقى عامل ازاي على نار هاديه برضو. الجمال والحلاوه كلها في البشاميل بجد. حطيت له فلفل اسود حبه صغيرين عشان ما يغمقوش لونه، وحطيت له حبه بهارات، حبه ملح، 2 مرقه لحمه، حبه جنزبيل. الجنزبيل اختياري، لو مش متوفر عندك خلاص مش مشكله. وهسيبه برضو على نار هاديه يهدى كده ويتقل. وطبعا ايديا فيه باستمرار عشان ما يبصي او يكلكع مني. هنا اللحمه هنحط لها حبه ملح مش كتير علشان المكرونه حطينا لها ملح، والبشاميل برضو فيه ملح. وحبه فلفل، الفلفل ده بقى كتره عادي زي ما انتوا عايزين. وكم ورقه راوله كده بس تبقى كبيره علشان اشوفها بعد ما يعني بعد ما اخلص التقليب ده كله اشوفها وانا بطلعها. فاهمين قصدي؟ عشان ما ينفعش تبقى في المكرونه، ما يعني ما يصحش كده. هبتدي ان انا احط ورق اللورة معاكم. بصوا اللحمه بجد تحفه يا جماعه، تسلم ايديا والله. حقيقي اللي دق المكرونه مني شكر فيها جدا علشان البشاميل. عارفين ميعه بشاميل، مليانه بشاميل. حطيت ورق اللورة اللي انا كنت بقول لكم عليه 4 ورقات كده كبار. وهنا ما شاء الله خلاص كده بالنسبه لي البشاميل بقى تمام عامل زي الكريمه. شايفين الفقاقيع كده؟ نعرف ان هو خلاص استوى وبقى زي الفل. هبتدي ان انا اطفي عليه واسيبه يهدى خالص. هنا اللحمه هضيف فلفلايه بعد هي خلاص اتعصجت، هضيف فلفلايه خضراء تكسر بس اللون وتدي طعم. مش بتحبيه عادي مفيش اي مشكله. وهطفي على اللحمه. هنا هنحضر الصينيه بتاعتنا. احنا خلاص كده خلصنا كل التحضير. فاضل بقى ان احنا نحضر كل حاجه في الصينيه عشان تدخل الفرن. جبنا الصينيه دهنتها بزيت او سمنه، وهجيب معلقة كبيرة او كبشة كبيرة من البشاميل اللي في قعر الصينية. وهبتدي ان انا افردها واوزعها كويس جدا. ليه يا جماعة؟ عشان انا لما بنحط المكرونة كده على الزيت بحس المكرونة اتحرقت وملهاش اي طعم. دي كمية المكرونة كلها كانت زي ما قلت لكم كيلو الا ربع. هنقسمها في الصينية بتاعة التحضير، وهنقلب كويس جدا على البشاميل. هنا انا كنت بوريكم المكرونة، خدت نص الكمية حطيتها في الصينية، وهبتدي ان انا احط كبشة بشاميل تاني عليها، وهبتدي ان انا اقلب لحد ما كل مكرونية تبقى فيها بشاميل. ده يا جماعة بجد سر ان انتي بتعملي مكرونة حلوة، مكرونة جوسي كده في نفسها ومليانة بشاميل حتى لو بكمية اللبن قليلة. انا والله ما كنت بكدب، انا حاطة فعلا كيلو الا ربع يعني. المقادير مظبوطه 100%. هبتدي ان انا اقلب وارص كويس جدا طبعا في الصينيه. ده بيفرق لان المكرونه لو انت ما قلبتهاش في البشاميل بالمنظر ده، شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ زي العسل تتاكل كده والله العظيم، كانها مكرونه بالوايت صوص. نرصها في الصينيه عشان لو اترصت من غير بشاميل دي كانك بتاكلي مكرونه مسلوقه ملهاش اي طعم نهائي. زي ما انتوا شايفين هبتدي ان انا احط عليها اللحمه المفرومه، طبعا اوزعها كويس جدا. هنا كنت بقول لكم ان لونها بس غمق مني من البصل زي ما قلت لكم في الاول، بس مش مشكله والله هي زي الفل وزي العسل وتسلم ايدي. هبتدي برضو ان انا اوزعها في كل الصينيه. كل حته مكرونه لازم تكون عليها حته لحمه، قليله كتيره بقى ده حال الشعب كله دلوقتي. كتر خيري ان انا عملت الاكله دي. هوزعها، هنوزع اللحمه عليها. كل حتة تكون فيها لحمة اكيد عشان لما تيجي تتقطع ما تبقاش حتة وحتة، حتى الطروف حتى الجناب كل حاجة. زي ما انتوا شايفين انا هنا كنت بوريكم ان هي لونها مش غامق قوي يعني زي ما انا مقربة. هو البصل اتحرق بس سيكة صغيرة.
تمام كده. هبتدي ان انا احطها كلها، كل الكمية بتاعتي، وافردها كويس جدا وهوريها لكم في الاخر. ده شكلها بعد ما فردت الكمية بتاعتي. والله يا جماعة زي ما قلت لكم 4 بصلات وكيلو الا ربع. هنجيب بقى الطاسة الجميلة ديت مكان اللحمة، ما احنا اكيد مش هنوسخ مواعين. هنجيب كبشتين من البشاميل او كبشة بشاميل تقريبا، وهنضيف عليها كمية المكرونة اللي باقية وهنقلب. هنضيف كبشة بشاميل تاني، يبقى كده كبشتين بشاميل. ودي الصينية بتاعة المكرونة. هنقلب المكرونة كويس جدا في البشاميل زي ما عملنا في الاول. تمام كده. ونروح ضايفينها فين؟ شايفين اصلا شكلها كده كلها بشاميل. هنروح ضايفينها على الصينية بتاعتنا ونفردها طبعا كويس جدا زي ما عملنا في الجزء الاول هنا. تمام اهو، دي اهو بفردها ووزعها وما بسيبش فراغات خالص، كأنها حتة واحدة. بصوا مليانة ما شاء الله بشاميل. ما تنسوش يا جماعة لو وصلتوا هنا تشتركوا في القناة، عشان ان شاء الله ناويالكم كده بفيديوهات جديدة، وعندي طاقة لرمضان حلوة. انا عارفة ان مش محتوى طبخ، بس ان شاء الله محتواه يعجبكم، وصفاتي تعجبكم، سهلة وبسيطة ومش مكلفة نهائي، وعادي يعني كلنا بنتعلم من بعض. فانا حبيت اشارككم يعني تجربتي النهاردة مع المكرونة بالبشاميل. هنوزعها كويس جدا وهنملى كل الفراغات حرفيا، مش هنخلي اي قطعة لحمة باينة زي ما انتوا شايفين. ومش شرط يا جماعة والله الاكل يطلع مثلا، اكيد الاطعمة بتديله يعني مثلا هتضيفي جبنة موتزاريلا، هتضيفي اكيد هتديله حاجة حلوة وطعم حلو. لكن حتى لو ما عندكيش، لو انت عاملة الاكل بحب بيطلع برضو حلو. دي كمية البشاميل اللي اتبقت مش قليلة، كفيلة جدا تغطي لي الصينية زي ما انتوا شايفين، لاني انا استعملت البشاميل كمان من جوه زي ما انتوا شايفين. حطيتها كلها وفردتها كويس جدا. انا يعني في الاوقات اللي مش بيبقى عندي جبن او كده، لو عندي لبن بجيب معلقه قشطه كبيره من وش اللبن، عليها مثلا 3 4 معالق لبن، واقلب واروح رشاه. برضو بيدي نفس الوش الاحمر الجميل اللي زي اللي انت شفتوه في الاول. بس اللي كان في الاول ده والله مش حاطه حاجه فعلا. انا كميه البشاميل اللي عندي كبيره، ضفتها حطيتها في الفرن حبه حلوين كده لحد ما الوش كده اتشرح معايا. وزي ما انتوا شايفين كده هي زي الفل ما شاء الله. انا هنا كنت بفرد وبساوي، بقول لكم بقى ان مش لازم الواحد يكلف نفسه ومش عارف ايه. هبتدي ان انا ادخلها الفرن. وهي يا جماعه ما شاء الله طلعت من الفرن زي القمر. والله ما كدبت عليكم في حاجه، انا ما حطيتلهاش اي حاجه، وده اكيد باين. ما حطيتلهاش اي حاجه. بصوا ما شاء الله عامله ازاي، شكلها تحفه. طبعا المفروض نستنى عليها تبرد، بس انا من عشاق المكرونه اكلها سخنه ومتهربده. القطعه بحالها دي ما بتعجبنيش بصراحه. فهبتدي ان انا كده اقطعها معاكم. بصوا ما شاء الله غرقانه في البشاميل. شايفين الجمال والحلاوه والنبي يا جماعه. تسلم ايدي. وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا الايام بخير، وكل سنة وحضراتكم جميعا بطيبين. وبفرح جدا لما الفيديوهات بتاعتنا بتعجبكم، وبقرا كل تعليق لي بتضيفوه. والله بحبكم جدا. وهنقطعها دلوقتي اهو مع بعض. بصوا غرقانه بشاميل، مش قادره تمسك نفسها اهي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا سخنه جدا جوه وبره وعلى الوش ومن كل حاجه بشاميل. دي بقى المكرونه بالبشاميل فعلا. يا رب تكون عجبتكم الوصفه، وبحبكم جدا. وما تنسوش تشتركوا في القناه بتاعتي